الليلة الساعة 2:30. السيارة وقفت فجأة في وسط البر. المحرك سكت، وفي الظلام شيء واحد بس شفته: عيون، 3 عيون حمراء تناظرني من بين الشجر، وابتسمت ابتسامة عريضة بدون شفايف. يوم 16 يناير الساعة تقريبا 7 المساء. كنا 5 شباب من السالمية، كلنا متفقين نسوي شيء مختلف عن العادة. أنا فهد اللي دائما أكون المسؤول عن التخطيط، خالد اللي ما يخاف شيء ودائما يحب يخوف الباقين، محمد اللي يقول الجن ما يوجد، كلها خرابيط بس قلبه يرجف لو سمع صوت غريب، سالم مصور المجموعة معاه كاميرا جيب ودرون صغير، وعبد الله اللي هو السبب في كل هالسالفة. عبد الله قال لنا قبل أسبوع: يا شباب، سمعت من واحد عمري في الجهرة فيه مكان في البر القديم ورا منطقة الصليبية، فيه شجر كثير ومنطقة مهجورة من زمان. يقولون الناس كانت تروح هناك في الستينات والسبعينات، وكثير منهم ما رجعوا. ما حد يروح له الحين، حتى البدو يتجنبونه. خلي نروح نخيم ليلة ونصور فيديو رعب حقيقي، يمكن يصير 1,000,000 مشاهدة. خالد ضحك: يوه يا عبد الله، انت تحب التمثيل، هالقصص كلها قديمة، أكيد في ناس راحت وما صار لهم شيء. بس في النهاية كلنا وافقنا، لأن الجو كان شتوي حلو والإجازة طويلة، وقلنا بنقضي ليلة ونرجع الصبح. طلعنا بالجيب الكبير، حطينا خيمة، أكل، ماء، مصابيح قوية، بطاريات زيادة، وكاميرا سالم. الطريق كان طويل، أول 1.5 ساعة عادي على السالك، بعدين دخلنا طريق ترابي، وآخر 40 كيلو ما فيه لا إشارة نت ولا حتى أضواء سيارات تمر. وصلنا المكان بعد العشاء تقريبا الساعة 9:30. الجنجل أو البر الكثيف كان غريب فعلا، أشجار طويلة متشابكة، أغصانها زي اليدين الممدودة، ريحة تراب رطب وشي قديم، وصوت غراب بعيد يصرخ كل شوي. حطينا الخيمة في مكان مفتوح شوي بين الأشجار، ولعنا نار صغيرة وفتحنا كوتشينة وأكل خفيف. أول ساعة كانت عادية جدا، نضحك، نلعب، نصور سنابات، كل شيء طبيعي. بس بعدين بدأ الجو يتغير ببطء، الريح صارت أقوى والنار بدأت ترتجف وكأن شيء ينفخ عليها من بعيد. سالم قال: شوفوا الدخان رايح فوق زي الدوشة، غريب. رفع الكاميرا وبدأ يصور النار والشجر من حولنا. فجأة سمعنا صوت، خطوات ثقيلة بطيئة جاية من داخل الشجر باتجاهنا. خالد قام بسرعة: يا شباب، هذا صوت بشر ولا حيوان؟ عبد الله قال: يمكن غزال أو كلب بري، هدوكم. بس الصوت قرب أكثر، خطوة خطوة، وبعدين توقف فجأة، كأنه وقف ورا شجرة كبيرة يناظرنا بدون ما يتحرك. فهد اللي هو أنا قلت: خلاص بنشوف شنو هذا. مسكت المصباح اليدوي الكبير اللي يضوي كلف لومن ومشيت باتجاه الصوت، والشباب وراي مترددين. وصلنا لشجرة قديمة جذعها عريض مرة، المصباح لمع على شيء مرعب مرة، بصمة يد كبيرة على الجذع، بس مو بصمة بشر طبيعية. الأصابع كانت طويلة بشكل غير طبيعي، رفيعة، وفي أطرافها مخالب صغيرة منحنية وكأنها حفرت في الخشب. سالم صرخ فجأة: في شيء وراي. الكاميرا تحركت لوحدها. التفتنا بسرعة، ما في شيء، بس لما نظرنا شاشة الكاميرا في ظل طويل واقف ورا سالم، يده ممدودة على كتفه كأنه يلمسه. سالم التفت بسرعة، الظل اختفى. قال وهو يرتجف: والله شفت يد سودة طويلة وأظافرها سودة. رجعنا للنار بسرعة، قلوبنا تدق بقوة. حاولنا نهدي بعض، قلنا يمكن وهم بصري أو تعب من الطريق. بعد نص ساعة تقريبا بدت الأصوات مرة ثانية، هالمرة مو خطوات، همسات، كلام خفيف بس مو واضح تماما، كأن في ناس يتكلمون بلغة قديمة أو لهجة غريبة. وكل شوي نسمع كلمة: تعال تعال هنا، ما تخاف. عبد الله قال بصوت مهزز: هذا جن، أقسم بالله هذا جن، لازم نرجع. خالد حاول يضحك: يا أبو الجن، تعال صور معانا فيديو. فجأة النار طفت من غير ريح قوية، طفت فجأة كأن شيء يخنقها. الظلام صار كثيف مرة، رفعنا المصابيح بس الضوء صار ضعيف كأن الهواء يمتصه. وهنا بدأ الرعب الحقيقي. سمعنا بكاء، بكاء بنت صغيرة جاي من بعيد: ماما ماما، وينك ياما، أنا خايفة. سالم قال: فيه بنت ضايعة، لازم نساعدها. أنا حسيت بشيء غلط جدا، قلت: لا لا نروح، هذا مو صوت بشر طبيعي. بس محمد اللي دايما يبي يثبت إنه ما يخاف قام وقال: أنا بروح أشوف، أنتوا جبناء. مشى باتجاه الصوت واختفى بين الأشجار. نناديه: يا محمد يا محمد، رجع.
ما جاوب. بعد دقيقتين تقريبا رجع، وجهه أبيض زي الجدار، عيونه واسعة ويرتجف. قال بهمس: شفتها، بنت صغيرة لابسة ثوب أبيض قديم، بس وجهها فاضي، ما فيه عيون ولا أنف ولا فم، بس جلد أبيض ناعم. وهي تقول: انتوا اللي جيتوا، الحين دوركم تبقون مكاني. فجأة من ورا محمد يد طويلة سودة طلعت من الظلام، مسكت كتفها بقوة وسحبتها بسرعة للخلف، واختفى معاه في الشجر. صرخنا كلنا، ركضنا وراه، بس ما لقيناه. الأرض كانت ناعمة، ما في أثر أقدام حتى. والصوت الوحيد اللي سمعناه بعدين ضحكة خفيفة بعيدة فرحانة. والكاميرا اللي كانت مع سالم استمرت تصور وسجلت كل شيء. والحين محمد اختفى، والشيء اللي مسكه رجع يناظلنا من بعيد. ابتسم ابتسامة عريضة، فمه مفتوح كبير، وداخل الحلق فيه عيون صغيرة حمراء تناظرنا، وكأنه يقول: دوركم بعد شوي. إذا تبي تعرف شنو صار للباقين وكيف طلعنا من هناك أو ما طلعنا، لا تفوت البارت الثاني. لايك واشتراك وكومنت، كمل عشان نكمل الرعب معك. محمد ينادينا، صوته جاي من تحت الأرض، من تحت رجولنا مباشرة. وهو مو بس ينادي، هو يضحك وهو ينادي، كأنه فرحان إنه تحت. اللحظة اللي سمعنا فيها صوت محمد من تحت الأرض الدنيا انقلبت. كنا واقفين في نفس المكان اللي تركناه، النار مطفية، الخيمة مرمية، والسيارة الغريبة اختفت مع الرجال اللي وجهه ما شفناه زين. سالم أول واحد حرك رجليه لورا خطوتين، وهو يقول بصوت يرتجف: فهد، هذا مو محمد، هذا مو صوته الطبيعي، الصوت ذا كأنه مكسور من جوا. فعلا الصوت كان غريب، عالي شوي ثم ينخفض فجأة، ثم يرجع عالي، وفيه نوع من الصدى كأنه يطلع من بير عميقة أو كهف. وكل ما ينادي اسمنا يضيف ضحكة خفيفة بعدها، ضحكة مكتومة زي واحد يحاول يمسك ضحكته وما يقدر. خالد مسك المصباح بقوة أكبر وقال: خلاص، ما نقدر نبقى واقفين هنا، إذا محمد تحت يمكن فيه فتحة أو حفرة قريبة، لازم ندور. أنا وافقت، لأن الوقوف في مكان واحد صار أخطر من الحركة. مسكنا مصابيحنا ومشينا بحذر حوالين المكان اللي كانت فيه النار. الأرض كانت ناعمة، تراب رطب، وكل خطوة نخلي فيها أثر واضح. بس غريبة، آثار أقدامنا كانت تختفي ورا دقايق، كأن الأرض تبتلعها. بعد ما مشينا حوالي 50 متر لاحظ سالم شيء. شوفوا، هنا الأرض مختلفة. ناظرنا تحت، فيه دائرة كبيرة من التراب، قطرها تقريبا 4 أمتار، لونها أغمق شوي من الباقي، وفي النص شق صغير مو كبير، بس يكفي إن واحد يحط إيده فيه. والصوت كان جاي من هالدائرة بالضبط: فهد، خالد، سالم، تعالوا. خالد نزل على ركبته وقرب وجهه من الشق: محمد، انت تحت، رد. الرد جاء بسرعة وبقوة: إيه، أنا تحت، تعالوا ساعدوني، الظلام هنا كثير. سالم قال بهمس: لا تصدقوه، تذكروا البنت اللي بدون وجه، كل شيء هنا يقلد الأصوات. بس الصوت كان مقنع مرة، حتى اللهجة نفسها، الطريقة اللي محمد ينطق فيها اسمي فهد بمد الحرف الأول شوي، نفس الشيء. فجأة الشق في الأرض اتسع شوي، مو كثير، بس صار يسمح إن واحد يشوف جوا. خالد رفع المصباح وحطه فوق الفتحة، واللي شفناه خلانا نتراجع كلنا خطوتين. تحت فيه درج حجري قديم منحوت في الصخر، ينزل لتحت بشكل حلزوني، والجدران مليانة كتابات قديمة، رموز غريبة، وفيها رسومات بشر بلا راس وأيدي طويلة تمسكهم من تحت. والأنكة في أول درجة كان فيه شيء يلمع، هاتف محمد، نفس الجراب الأسود اللي فيه، وشاشته مضيئة شوي وعليها رسالة مفتوحة: تعالوا تحت، أنا هنا، ما أقدر أطلع لوحدي. عبد الله اللي كان ساكت من زمان قال فجأة: أنا بنزل، ما أقدر أخلي صديقي تحت. قبل ما نقدر نمنعه نزل الدرجة الأولى، الثانية، وبعدين صرخ صرخة قصيرة واختفى، كأن شيء شد من تحت بقوة. صرخنا اسمه، ما رد.
بس الهاتف اللي تحت بدأ يرن. رنة محمد القديمة، نفس النغمة اللي يحبها. خالد قال نحتاج حبل أو شيء نربطه وننزل. لحسن الحظ أو سوء الحظ كان معانا حبل صغير في الشنطة طوله حوالي 8 أمتار. ربطناه في شجرة قريبة، وخالد أول واحد نزل، أنا وراه، وسالم آخر واحد، وكان يصور كل شيء بالكاميرا. لما نزلنا الجو تغير تماما، الهواء ثقيل، ريحته زي ريحة تراب قديم مبلول، وفيه رطوبة تخليك تحس إنك داخل قبر. والدرج كان يستمر لتحت أكثر من المتوقع. نزلنا حوالي 40-50 درجة، والصوت صار أقوى أقرب. في النهاية وصلنا لغرفة واسعة تحت الأرض، جدرانها حجر وسقفها منخفض شوي، وفي النص مذبح قديم عليه بقايا شموع سودة ذابت من زمان. وحوالين المذبح كانوا جالسين 3 أشخاص، محمد، عبد الله، والرجال الغريب نفس اللي شايفينه فوق في السيارة القديمة. محمد رفع راسه لما شفنا، بس عيونه كانت بيضة تماما. ابتسم ابتسامة عريضة جدا أوسع من المعتاد، وقال جيتوا أخيرا، الكل موجود. الرجال الغريب قام ببطء وقال بصوت هادي من زمان وإحنا ننتظر مجموعة زيكم، 5 شباب شجعان يجون يلعبون في المكان اللي ما حد يقربه. سالم سأله وهو يرتجف أنتوا مين؟ الرجال رد إحنا اللي بقينا هنا بعد ما الجن أخذوا أجسادنا، وبقينا ننتظر ناس جدد عشان يأخذوا مكاننا. فجأة محمد وعبد الله قاموا معاه، تحركوا بطريقة غريبة زي الدمى، خطوات متقطعة، وأجسادهم تميل شوي لليمين ثم لليسار. خالد صرخ ارجعوا لورا، بس ال3 بدأوا يقربون ببطء، وكل خطوة نسمع صوت عظم يتكسر من جوا أجسادهم. أنا مسكت سالم من إيده وركضنا للدرج، خالد ورا. صعدنا بسرعة، بس الدرج بدأ يطول، كل ما نطلع درجة نشوف درجة جديدة تحتنا، كأن الطريق الفوق يتمدد. والأصوات من تحت صارت تصرح بأسمائنا وتضحك وتبكي كلها مع بعض. أخيرا بعد ما حسينا إن رجولنا بتنكسر طلعنا فوق. بس لما طلعنا المكان كان مختلف، الأشجار أكثر كثافة، السماء ما نشوفها، والنار كانت مولعة من جديد، بس اللهب أسود هالمرة. والأسوأ شفنا خيامنا، بس مو خيامنا، كانت خيام قديمة ممزقة ولونها رمادي وعليها بقع دم قديمة. والصوت اللي سمعناه بعدين كان صوتنا إحنا، صوتي أنا أقول خلاص بننزل تحت. محمد ينادينا كأن فيه نسخة مننا تحت لسه تنادي الباقين. والحين وإحنا واقفين فوق سمعنا قدوات جاية من داخل الخيمة القديمة، قدوات 5 أشخاص، والباب فتح وطلعوا 5 شباب نفس ملامحنا نفس ملابسنا، بس عيونهم بيضة، وهم يبتسمون بصوت واحد الحين دوركم تنزلون تحت وإحنا نطلع فوق. ال5 اللي طلعوا من الخيمة القديمة كانوا إحنا بالضبط، إحنا نفس الملابس اللي لابسينها، نفس طريقة وقفة خالد اللي دايما يميل كتفه اليسار، نفس الندبة الصغيرة فوق حاجب فهد، بس عيونهم بيضة تماما زي عيون السمك الميت اللي يطفو على وجه الماء، وهم يبتسمون ابتسامة ما تخلص، كأن الفم مفتوح على الآخر من غير سبب. اللحظة اللي شفناهم فيها الوقت تقريبا توقف، كنا واقفين في نفس المكان اللي كنا فيه قبل دقايق، بس الجو تغير 180 درجة. الأشجار صارت أطول وأكثر تشابك، فروعها متدلية زي أيادي تحاول تمسكنا. السماء اختفت وراها غطاء أسود كثيف ما يخلي ولا نجمة تبان، والنار السوداء اللي كانت مولعة في النص كانت لسه موجودة، بس اللهب يتحرك ببطء غير طبيعي زي فيديو بطيء الحركة، وما يعطي حرارة بس برودة تخترق العظم. النسخة اللي تشبهني فهد تقدمت خطوة واحدة لقدام، رفع إيده ببطء
زي ما أرفع إيدي لما أبي أهدي الوضع، وقال بصوتي نفس النبرة، نفس التنهيدة الصغيرة اللي أسويها قبل ما أتكلم: ما تخافوا يا شباب، إحنا جايين نساعدكم عشان تنزلون تحت بسرعة والحياة فوق تستمر معانا. خالد رفع المصباح اليدوي بإيده اللي ترتجف بشكل واضح وقال بصوت مخنوق: انتوا مو إحنا، انتوا شنو بالضبط انتوا؟ النسخة اللي تشبه خالد ضحكت ضحكة خفيفة، نفس الضحكة اللي طلعها خالد لما يحاول يخوفنا في الجلسات العادية بالسالمية، وقال: إحنا اللي بقينا فوق بعد ما الأصل نزل تحت، الحين دوركم تنزلون وإحنا نعيش حياتكم، نرجع لأهلكم، نكمل دراستكم، نضحك مع أصحابكم، وكل ما تسوون شيء إحنا بنسويه بدالكم أحسن منكم. سالم اللي كان ماسك الكاميرا بقوة حتى مفاصله بيضت وجه عدسة الكاميرا للنسخ وقال بصوت متقطع: الكاميرا بتصور، لو انتوا حقيقيين لازم تطلعوا في الصورة، صح؟ النسخة اللي تشبه سالم ابتسمت أكثر، الابتسامة وسعت حدود الفم بشكل غير طبيعي، وقال: جرب صور، بس تذكر شيء مهم، اللي تشوفه في الكاميرا ممكن يكون العكس تماما. سالم ضغط على زر التسجيل بأصبعه المهتز، والشاشة الصغيرة في ظهر الكاميرا بدأت تظهر شيء يخلي الدم يتجمد في العروق. بدل ما نشوف النسخ الخمسة واقفين قدامنا في الغابة، الشاشة كانت تظهرنا إحنا الخمسة الأصليين واقفين في مكان مظلم تحت الأرض، جدران حجرية رطبة، ورا كل واحد منا ظل طويل رفيع يمسك رقبته من الخلف، والظلال دي كانت تتحرك لوحدها حتى لو إحنا واقفين ساكتين. سالم صرخ صرخة مكتومة ورمى الكاميرا على الأرض: هذه مو كاميرا عادية بعد اليوم، هذه بتخوننا. فجأة النسخ الخمسة بدأوا يتحركوا باتجاهنا، خطوة خطوة ببطء مرعب، وكل خطوة يخطونها الأرض تحت رجولنا ترتجف شوي، كأنه الأرض نفسها تتنفس وتضعف مع كل اقتراب. أنا صرخت: نركض، أي اتجاه بس نركض. ركضنا بين الأشجار، أغصان تخمش وجوهنا وأيدينا، بس كل ما نركض أكثر نشوف نفس المنظر يرجع: النار السوداء، الخيمة الممزقة، النسخ الخمسة واقفين في نفس المكان، كأننا ندور في دايرة مغلقة أو محاصرين في حلم ما نقدر نصحى منه. بعد ما رجولنا بدت تنهار من التعب، وقفنا نلتقط أنفاسنا، والنسخ وقفوا هم كمان على بعد حوالي 10 أمتار، يناظروننا بهدوء بدون استعجال، كأنهم عارفين إنه الوقت في صالحهم. النسخة اللي تشبهني، عبد الله اللي كان أول واحد نزل تحت، تقدم وقال بصوت هادي بشكل مخيف: عبد الله تحت مرتاح الحين، ما فيه ألم، ما فيه خوف، الظلام هناك حلو، يغطيك زي حضن ثقيل يخليك تنسى كل شيء، تعالوا خلصوا التعب اللي فوق. خالد اللي كان دايما الأشجع بيننا مسك حجر كبير من الأرض ورماه بكل قوته على النسخة اللي تشبهه. الحجر مر من خلال الجسم زي ما يمر من خلال دخان كثيف، واختفى في الظلام وراه بدون صوت. النسخة ضحكت وقالت: ما تقدر تؤذيني، لأني أنت، واللي تحت هو اللي كان أنت زمان قبل ما ياخدوا مكانك. فجأة سمعنا صوت بعيد، صوت محرك سيارة يشتغل وأضواء أمامية تخترق الظلام من جهة اليسار. سالم قال وهو يلهث: سيارة، يمكن في ناس جاية، يمكن حد شاف السيارة الأولى. ركضنا باتجاه الضوء، والنسخ بدأوا يتبعونا بس ببطء، خطواتهم منتظمة كأنهم ما مستعجلين، لأنهم متأكدين أن المصير واحد. لما وصلنا لمكان الضوء كانت السيارة القديمة، نفس السيارة اللي شفناها أول ما وصلنا للغابة، اللي محركها سكت فجأة والرجال الغريب طلع منها. بس هالمرة السيارة فتحت الباب الخلفي لوحدها ببطء، صوت معدني قديم يصدر من المفصلات، والمقاعد الخلفية كانت فيها 5 أشخاص، راسهم منحني لتحت، وجوههم مخفية في الظل،
ما نشوف ملامحهم، بس أجسادهم كانت ترتجف بشكل خفيف زي واحد يبكي بدون صوت. النسخة اللي تشبهني وقفت جنب السيارة وقالت: اركبوا، بنوديكم للطريق السريع تحت، اسرع من الدرج وأريح. خالد صرخ: لا، ما نركب معاكم، ما نثق فيكم. بس السيارة بدأت تتحرك لوحدها ببطء شديد باتجاهنا، والأضواء الأمامية تحولت للون الأحمر الدموي، لي عيون مفتوحة تناظرنا. ركضنا مرة أخرى، بس هالمرة الأرض تحتنا بدأت تنهار فجأة. شعرنا إنه الأرض تنزلق من تحت رجولنا، سقوط حر طويل في الظلام الكامل. صرخاتنا تتردد في الفراغ بدون صدى. لما وقعنا أخيراً كنا تحت في نفس الغرفة الحجرية القديمة، المذبح في النص، الشموع السوداء الذايبة. بس هالمرة الجدران كانت مليانة أجساد معلقة، 5 أجساد مربوطة من الأيادي والأرجل بالسلاسل الصدئة. وجوههم وجوهنا، عيونهم مفتوحة يناظروننا بدون حركة، بس فيهم حياة، نوع من الوعي المرعب. والنسخ ال5 كانوا واقفين قدامنا، ابتسموا ابتسامة متزامنة وقالوا بصوت واحد، صوتنا كله مع بعض: مرحبا بكم في البيت الجديد. الحين احنا فوق نعيش حياتكم، وانتوا هنا تحت للأبد. والحين واحنا معلقين على الجدران سمعنا خطوات من فوق، خطوات 5 أشخاص يمشون فوق راسنا، وصوت واحد، صوتي أنا، يقول بكل وضوح: شكرا يا شباب، الحياة فوق حلوة جدا، استمتعوا بالظلام تحت، ولا تنسوا إحنا بنعيش بدالكم إلى الأبد. الساعة 3:17 الفجر. هاتفي رن. اللي فوق، اللي أخذ مكاني، أرسل لأمي رسالة: ماما أنا بخير، الرحلة حلوة، بنرجع بعد يومين. والأم ردت: الحمد لله يا ولدي، خليك على بالك. واللي فوق رد عليها بإيموجي قلب، نفس الإيموجي اللي أنا دايما أرسله ليها. تحت الأرض في الغرفة الحجرية الوقت ما عادش له معنى. السلاسل اللي مربوطين فيها أجسادنا ال5 كانت تقيلة، لكن الأثقل كان الصمت اللي بينا. ما نتكلم كثير، لأن كل كلمة نقولها يحسها اللي فوق. كأن في خيط رفيع جدا يربط بيننا وبين نسخنا، ينقل الأفكار، الذكريات، حتى الأحاسيس أحيانا. سالم كان أول واحد حاول يكسر الصمت. فهد، لو افترضنا إننا نقدر نرسل رسالة واحدة للعالم اللي فوق، شنو تكتب؟ فكرت لحظة طويلة قبل ما أرد. ما أكتب شيء، لأن أي رسالة بنرسلها اللي فوق بيشوفها قبل أحد وبيغيرها أو بيستخدمها ضدنا. خالد اللي كان معلق جنبي مباشرة قال بصوت منخفض: أنا شفت حلم، أو يمكن مو حلم، شفت نفسي في السلمية، أروح الكافي اللي نحب نجلس فيه وأطلب نفس القهوة وأضحك على نفس النكتة القديمة، بس الناس اللي حولي ما يلاحظون إن عيوني بيضة وإن ابتسامتي ما توصل لعيوني. عبد الله اللي كان أكثر هدوءا من أول قال: أنا حسيت بيه، حسيت باللي فوق وهو يحضن أمه، نفس الحضن اللي كنت أسويه، بس بدون إحساس، زي تمثال يتحرك. فجأة سمعنا صوت من فوق، خطوات خفيفة، ثم صوت باب السيارة ينفتح، ثم صوت محرك يشتغل، ثم يبتعد تدريجيا. سالم همس: طلعوا، راحوا يعيشوا حياتنا. الصمت رجع تقيل أكتر. بعد وقت ما نعرف كم طال بدأنا نسمع أصوات غريبة من الجدران، مش زي الهمسات اللي قبل، هالمرة أصوات حقيقية، أصوات بشر، أصوات ناس كانت هنا قبلنا. صوت ولد صغير بيبكي: بابا وينك؟ أنا خايف. صوت أم تهديه: هش، خلاص بنرجع البيت قريب. ثم صوت رجل يصرخ: لا تقربوني، لا تلمسوني. ثم صمت، ثم ضحكة خفيفة، نفس الضحكة اللي سمعناها أول ليلة. خالد قال: كلنا بنصير زيهم، بعد فترة بنصير مجرد أصوات في الجدران، نستقبل اللي يجي بعدنا. فجأة حسينا بحركة في السلاسل. السلاسل بدأت ترتخي شوي، مو كتير، بس كافي إننا نتحرك أكتر من قبل. أنا قلت: شوفوا،
السلاسل تتغير، يمكن في وقت معين أو شرط معين يخليها ترتخي. سالم حاول يمد إيده للسلسلة اللي مربوطة في رجله، لاحظ إن فيها نقش صغير، رموز قديمة وتحتها أرقام: 1974، 1982، 1991، 2003، 2016. خالد قال: سنوات، كل مجموعة كانت بتيجي في سنة معينة وعددهم 5، نفسنا. عبد الله أضاف: يمكن الدورة كل 9 سنوات، أو كل شيء محسوب، والحين دورنا. فجأة الجدران بدأت تتحرك، مو الجدران كلها، بس جزء صغير من الجدار اللي قدامنا انفتح زي باب سري. من وراه ممر ضيق مظلم وريحة تراب قديم وشيء معدني. سالم قال: هذا ممكن مخرج أو فخ. خالد رد: أي شيء أحسن من إننا نبقى معلقين هنا للأبد. حاولنا نتحرر من السلاسل، كانت بترتخي أكتر بس مو كامل. بعد جهد كبير قدرنا ننزل أرض، أجسامنا متيبسة بس قادرين نمشي. دخلنا الممر، كان ضيق جدا، لازم نمشي صف واحد، والسقف منخفض، لازم ننحني. كل ما نمشي نسمع أصوات أقدامنا تتردد، بس كأن في أقدام تانية بتقلدنا من ورا ومن قدام. بعد حوالي 10 دقايق مشي وصلنا لغرفة تانية. هذه الغرفة كانت أكبر، في النص طاولة حجرية كبيرة وعليها كتب قديمة جلودها متآكلة، وفيها رسومات مشابهة اللي شفناها قبل. على الطاولة كان في دفتر صغير جلده أسود، وعلى الغلاف مكتوب بخط يد عربي قديم: كتاب المنتظرين. فتحته بإيد مرتجفة. الصفحات الأولى كانت مليانة أسماء، مئات الأسماء، كل اسم جنبه سنة وكلمة مكررة: قبل أو رفض. وصلنا لآخر الصفحات، في صفحة جديدة نسبياً مكتوب فيها أسماءنا ال5، وجنب كل اسم: قبل الدورة 2026. تحتها جملة مكتوبة بخط مختلف، خط حديث شوي: اللي يقرأ هالكتاب يصير جزء من الدورة، واللي يحرق هالكتاب يحرق نفسه معاه. خالد قال: يعني لو حرقناه نموت؟ أنا قلت: أو يمكن هذه الطريقة الوحيدة نكسر الدورة. سالم قال: بس إحنا ما عندنا نار ولا ولاعة، كل شيء تركناه فوق. فجأة سمعنا صوت من الممر اللي جينا منه، خطوات، خطوات 5 أشخاص جاية باتجاهنا. النسخ رجعوا. خالد مسك الكتاب بقوة وقال: إذا بنحرقه لازم نلاقي طريقة الحين. بس قبل ما نقدر نفكر، النسخ دخلوا الغرفة. هالمرة كانوا مختلفين شوي، ملابسهم نفس اللي كنا لابسينه لما نزلنا، بس نظيفة جديدة، كأنهم عايشين حياة طبيعية فوق. النسخة اللي تشبهني اتقدمت وقالت: ما راح تحرقونه، لأنكم تعرفوا لو حرقتوه اللي فوق بيحسوا بالنار وبيصرخوا وبيموتوا مكانكم، وإنتم تبقوا هنا تحملوا ذنب موتهم. عبد الله سأل بصوت ضعيف: يعني ما فيه مخرج؟ النسخة اللي تشبه عبد الله ردت: في مخرج واحد، واحد بس، واحد منكم يضحي بنفسه يبقى هنا إلى الأبد، والباقيين يطلعوا ويدمروا الكتاب من فوق. صمت تقيل، كل واحد فينا ناظر التاني، وكل واحد عارف إن القرار ده راح يقسم الصداقة إلى الأبد حتى لو طلعنا. فجأة سالم قال بهدوء غريب: أنا برضى أبقى. خالد صرخ: لا سالم لا. سالم ابتسم ابتسامة حزينة: أنا اللي كنت بصور كل شيء، أنا اللي جبت الكاميرا، أنا اللي وثقت الرعب. خلاص خلوني أكون اللي بيوثق الرعب هنا إلى الأبد. النسخ ابتسمت ابتسامة متزامنة وقالوا: مقبول. فجأة السلاسل اللي كانت على الباقي انفتحت تماما، بس سالم السلاسل شدته من جديد وبدأت تسحبه لجدار الغرفة وتثبته في مكان جديد، مكان فارغ جنب الأجساد القديمة. سالم ناظرنا وقال بصوت هادي: ارجعوا وعيشوا وقولوا لأهلي إني بخير، ولا تخبروني الحقيقة، خلوهم يعتقدوا إني ضعت في البر، هذا أرحم. بكينا كلنا، بس ما في وقت للبكاء الطويل. النسخ فتحوا ممر جديد، ممر يطلع لفوق، ودفعونا نحوه. آخر شيء شفناه قبل ما نطلع سالم معلق على الجدار، بيبتسم ابتسامة صغيرة ويرفع إيده يودعنا،
بينما عيونه بدأت تتحول للأبيض ببطء. رجعنا السالمية بعد 4 أيام. السيارة وصلت لوحدها، المفاتيح في الجيب، البنزين كامل، كأننا ما طلعنا من البر أصلاً. بس اللي داخلنا كان يعرف إن شيء انكسر، وإن اللي فوق بدأ يعيش حياتنا أحسن منا وأخطر منا. أول يوم رجعنا فيه كل واحد فينا راح بيته لوحده، ما قدرنا نجتمع. النظرة بين بعض صارت ثقيلة، كأن كل واحد يشوف في الثاني شبح اللي راح. سالم. أنا فهد دخلت البيت الساعة 2 الفجر. أمي كانت صاحية تنتظرني في الصالة، عيونها منتفخة من البكاء. فهد، وينك يا ولدي؟ 4 أيام بدون خبره؟ حضنتها بقوة أكثر مما حضنتها في حياتي كلها. بس في لحظة الحضن حسيت بشيء غريب. جسمي كان بارد، أبرد من الطبيعي. وأمي بعد ثواني تراجعت خطوة وقالت: يا ولدي، ليش جسمك بارد كذا؟ قلت أول شيء خطر على بالي. الجو في البر كان بارد وما نمت زين. بس عيونها كانت تشك، شك خفيف بس موجود. في اليوم اللي بعده بدأت الأمور تظهر بوضوح أكثر. خالد أرسل لي رسالة واتساب الساعة 7 الصبح: فهد، أنا شفت نفسي في المرآة اليوم. ابتسمت بدون ما أبي، ابتسامة عريضة وما قدرت أوقفها. رديت عليه: لا تناظر المرايا كثير، خلك بعيد عنها. بس الحقيقة أنا نفسي كنت أتجنب المرايا. عبد الله اختفى يومين كاملين بعد الرجوع. لما رجع كان صوته مختلف، أهدأ، أكثر هدوءا من الطبيعي، كأنه يتكلم من مكان بعيد. قال لي في مكالمة قصيرة: أنا شفت سالم في الحلم، كان معلق على الجدار، بس كان يضحك وقال لي: ما تقلق، أنا مرتاح هنا، الظلام حلو، أحلى من اللي فوق. الكابوس الحقيقي بدأ بعد أسبوع. بدأنا نلاحظ إن النسخ اللي فوق بدأوا ينسوا بعض التفاصيل الصغيرة اللي كانت تميزنا عن بعض. مثلا أنا كنت دايما أشرب قهوتي بدون سكر، بس فجأة أمي شافتني أحط 3 ملاعق سكر في الكوب وقالت: من متى وانت تحب القهوة حلوة كذا يا فهد؟ ما قدرت أجاوب، لأني ما كنت أعرف هل أنا اللي حطيت السكر ولا اللي فوق هو اللي بدأ يتحكم في جسمي من بعيد. خالد كان يحب يلبس تيشيرت أسود دايما، بس صار يلبس ألوان فاتحة، وقال لي أصحابه في الجيم: الأسود صار يضايقني، يخليني أحس بالضيق. الناس ضحكت وقالت: يا أخي تغيرت شخصيتك بعد الرحلة. بس هو يعرف، هو اللي تغير، هو اللي فوق اللي بدأ يجرب، يلعب، يغير الأشياء الصغيرة عشان يشوف إلى أي مدى يقدر يسيطر. الأخطر، بدأنا نسمع أصوات داخل راسنا، مو همسات عالية، همسات خفيفة جدا، زي واحد يتكلم من غرفة مجاورة. أحيانا تسمع اسمك فهد، أحيانا جملة كاملة: استمتع باليوم لأنه آخر يوم طبيعي. عبد الله كان أكثر واحد يتأثر. في ليلة من الليالي اتصل بي وهو يبكي: فهد، أنا شفت أمي اليوم وهي كانت تناظرني وتقول: أنت مو ولدي، ولدي ما يناظرني بهالطريقة. أنا حاولت أقولها إني أنا، بس صوتي طلع غريب، كأنه صوت شخص ثاني. سألته: شنو سويت؟ قال: طلعت من البيت ورحت أمشي في الشارع لحد ما لقيت نفسي واقف قدام كوفي اللي كنا نجلس فيه دايما، والنسحة اللي تشبهني كانت جالسة داخل تشرب قهوتي بدون سكر وتناظرني من الزجاج وتبتسم. من هاللحظة بدأنا نفهم القاعدة الجديدة: اللي فوق ما يبي يقتلنا، يبي يمحينا، يمحي شخصيتنا، ذكرياتنا، عاداتنا، لحد ما نصير مجرد قشور فارغة وهم يعيشون داخلها بشكل كامل. حاولنا نرجع للمكان مرة ثانية عشان نحرق الكتاب، عشان نكسر الدورة. طلعنا في ليلة جمعة، نفس الجيب، نفس الطريق، بس هالمرة الطريق كان مختلف. الإشارات اللي كنا نمر منها تغيرت، بعض الشوارع اختفت وبعضها ظهرت فجأة. وصلنا لآخر نقطة الطريق الترابي، بس ما لقينا الغابة. كان فيه أرض مفتوحة فارغة، بس في النص حفرة صغيرة دائرية، نفس الدائرة اللي شفناها تحت الأرض. وقفنا حوالينها والريح كانت تهب بقوة،
تحمل ريحة تراب رطب وريحة شيء قديم متعفن. فجأة سمعنا صوت من تحت الحفرة، صوت سالم: يا شباب تعالوا، أنا لسه هنا أنتظركم. عبد الله قرب من الحفرة ونظر لتحت وقال بصوت مرتجف: شفت راسه، راس سالم يطلع من التراب، بس عيونه كانت بيضة. وابتسم وقال: ما تتأخرون، الوقت يخلص. خالد شده لورا بقوة: لا تقرب، هذا مو سالم. بس عبد الله خلاص فقد السيطرة، ركض ورجع للسيارة وانطلق بسرعة واختفى في الظلام. ما شفناه بعد هالليلة. أنا وخالد رجعنا السالمية، بس الطريق رجع طبيعي فجأة، كأن الغابة اختفت أو إنها خلصت منا. بعد أسبوعين خالد بدأ يتغير بشكل واضح، صار يضحك كثير، ضحكة عالية غريبة، ويقول نكت ما كان يقولها قبل. وفي يوم من الأيام اتصل بي وقال: فهد، أنا قررت أعيش حياتي الجديدة، خلاص تعبت من المقاومة. سألته: يعني شنو؟ قال: يعني خلاص أنا مرتاح، اللي فوق هو أنا الحين، وأنا مجرد ذكرى. قفل الخط، ومن يومها ما رد على أي رسالة. أنا الوحيد اللي باقي. كل ليلة أنام وأنا أعرف إني ممكن ما أصحى أنا، أصحى هو. أكتب هالكلام الحين في دفتر صغير مخبيه تحت السرير، عشان لو يوم شفت نفسي في المراية وابتسمت ابتسامة ما أعرفها، أعرف إني خلاص انتهيت. والأخطر إني بدأت أحس إني أحب القهوة حلوة 3 ملاعق، وإني بدأت ألبس ألوان فاتحة وأضحك ضحكة عالية بدون سبب. والحين وأنا أكتب هالكلام هذا أسمع صوت خطوات في الصالة، خطوات خفيفة نفس خطواتي، والباب ينفتح ببطء، وأشوف ظلي واقف قدامي يبتسم ويقول بصوتي: خلاص يا فهد، تعبت، خلني أكمل، أنت ارتاح. أنا لسه هنا وإنت لسه تسمعني. أنا فهد، أو على الأقل كنت فهد. الحين ما أعرف بالضبط مين أنا. بعد ما خالد استسلم صرت لوحدي تماما، ما في أحد أكلمه، ما في أحد أثق فيه. حتى أهلي صاروا يناظروني بنظرات غريبة. أمي تقول: فهد، صوتك تغير شوي، صار أهدى أحلى. وأبوي يقول: أخيرا صرت هادي، الحمد لله. بس أنا أعرف إن اللي يتكلم معاهم مو أنا، هو اللي فوق، اللي أخذ مكاني وبدأ يعيش حياتي بشكل أفضل، أنظف، أكثر قبولا من المجتمع. كل ليلة أنام وأصحى وأشوف تغييرات صغيرة في نفسي. أحيانا ألاقي نفسي أضحك على نكتة ما كنت أضحك عليها قبل. أحيانا ألاقي نفسي أرد على رسائل أصحابي بطريقة لطيفة أكثر، مهذبة أكثر، ما كانت طريقتي. أحيانا ألاقي نفسي أكتب تعليقات على السوشيال ميديا، تعليقات إيجابية مشجعة، بينما أنا جواي كنت دايما ساخر وسلبي شوي. الناس تحبني أكثر الحين، أصحابي يقولون: فهد تغير للأحسن بعد الرحلة. البنات اللي كنت أعرفهم يقربون أكثر. حتى في الشغل الترقية اللي كنت أنتظرها سنين جات فجأة. كل شيء صار مثالي، جدا مثالي، لدرجة إني بديت أخاف من الراحة دي، لأن الراحة دي مو لي، هي لي هو. في ليلة من الليالي الساعة 2:44 الفجر قمت من النوم فجأة. ما كان في صوت ولا حلم، بس حسيت إن شيء داخلي توقف. ناظرت المراية في غرفتي. لأول مرة من أسبوعين قررت أواجه نفسي. وقفت قدام المراية والضوء الخافت من لمبة الشارع يدخل من الشباك. شفت وجهي، نفس الوجه، نفس العيون، نفس الندبة الصغيرة فوق الحاجب. بس الابتسامة اللي كانت على وجهي ما كنت أنا اللي أحطها. ابتسمت ابتسامة عريضة بطيئة بدون سبب، وشفت عيوني في لحظة اتحولت للأبيض الكامل لثانية واحدة فقط، ثم رجعت طبيعية. مسحت عيوني بقوة، فتحتها مرة ثانية، كل شيء عادي. بس عرفت إنه قرب يخلص. اليوم اللي بعده قررت أعمل شيء أخير. رجعت للدفتر الصغير اللي كتبت فيه كل اللي صار.
كتبت آخر صفحة: إذا حد قرأ هالكلام يوم لا تصدق اللي يقول إنه فهد. إذا شفته يبتسم كثير ويحب الناس فجأة ويشرب قهوته حلوة، اعرف إنه مو أنا اللي تحت لسه موجود، بس صوتي ما يوصل فوق. طويت الدفتر وحطيته في ظرف وكتبت عليه: لأمي، لا تفتحيه إلا لو حسيتي إن ولدك تغير فجأة. وحطيته تحت الوسادة في مكان ما راح يشوفه إلا هي. في نفس الليلة قررت أروح أشوف المكان مرة أخيرة لوحدي. طلعت بالسيارة، نفس الطريق، نفس التراب، بس هالمرة ما كان في خوف كبير، كان في تعب عميق، زي واحد يعرف إنه راح يخسر المعركة بس لازم يحارب آخر جولة. وصلت لنفس النقطة، الأرض المفتوحة، الحفرة الدائرية في النص. وقفت جنبها، ناظرت لتحت، ما شفت شيء، بس سمعت صوتي أنا يطلع من تحت الأرض بهدوء: تعال يا فهد، خلاص الوقت خلص، فوق صار مكانك وتحت صار مكاني. نزلت على ركبي، قربت وجهي من الحفرة وقلت بصوت منخفض: سالم، خالد، عبد الله، محمد، إذا تسمعوني سامحوني، ما قدرت أنقذكم ولا قدرت أنقذ نفسي. فجأة حسيت إيد تمسك كتفي من ورا، التفت بسرعة، ما في أحد، بس لما رجعت أناظر الحفرة شفت انعكاسي في الظلام وهو يبتسم ابتسامة عريضة وعيونه بيضة، ويرفع إيده يلوح لي كأنه يقول: تعال، الحين دورك. وقفت ورجعت للسيارة وانطلقت لورا. لما وصلت البيت الساعة كانت 4:11 الفجر. دخلت الغرفة وشفت الدفتر على السرير مفتوح على آخر صفحة، بس اللي كتبته أنا اختفى، بداله مكتوب بخط يدي نفس خطي بس بحبر أسود غامق: شكرا يا فهد، الحياة فوق حلوة جدا، استمتع بالراحة تحت. قربت من المراية مرة أخيرة، شفت نفسي أبتسم ابتسامة هادية مريحة طبيعية، بس جواي عرفت إني خلاص انتهيت، واللي بقى هو اللي راح يعيش، يضحك، يحب، ينجح، يعيش حياتي أحسن مني. والنهاية مو نهاية رعب عادي، النهاية هي إنك تستمر تعيش بس أنت مو موجود. آخر همسة طويلة، ثم صوت قلب يتباطأ، يتوقف. والحين خلاص القصة انتهت، أو بدأت من جديد معاك أنت اللي تسمعني الحين. إذا قدرت توصل لهنا، إذا قدرت تكمل 6 أجزاء من هالرعب ده، اشترك في القناة، اضغط الجرس. وإذا حسيت يوم إنك تغيرت فجأة وابتسمت ابتسامة ما تعرف مصدرها، افتكر هالقصة واسأل نفسك سؤال واحد بس: مين اللي يبتسم في المراية الحين؟ شكرا إنك كملت معايا للنهاية، والسلامة في اللي فوق وفي اللي تحت. نهاية القصة الكاملة جملة في الظلمة. إذا تبي نسوي قصة ثانية بنفس الطراز أو نعدل شيء في هذه قول لي، بس خليك حذر، الظلام أحيانا يرد. نهاية القصة.